السلام عليكم. النهارده هنعمل طاجن لحمه في الفرن تحفه جدا. عايزه اقولك ان الوصفه دي طعمها حلو قوي. هقولك ازاي اللحمه تطلع معاكي دايبه جدا ومستويه. كمان العيش اللي احنا حاطينه هيبقى طعمه حلو قوي بمكونات بسيطه جدا، وهقولك ازاي يطلع معاكي طري وما ينشفش معاكي ابدا. اللحمه كمان مستويه جدا، ان شاء الله الوصفه تعجبك. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ وصفتنا ونشوف مقاديرنا مع بعض. عندي هنا كيلو من اللحمة، لازم يكون فيه نسبة من الدهون علشان الطاجن يطلع معايا طعمه حلو قوي واللحمة ما تبقاش ناشفة معايا. عندي هنا كيلو من البصل متقطع جوانح. انا عايزة البصل كميته كبيرة، يبقى كيلو اللحمة عليه كيلو من البصل. عندي هنا معلقة كبيرة من السمنة. والبهارات هنا عندي فلفل اسود وحبهان وورق لورا وبهارات لحمة، وعندي كمان قرفة. طبعا كل الحاجات دي معلقة صغيرة. همسك الاول اللحمة، هبتدي احطها في حلة، هديها صدمة الاول، هنزل بمعلقة السمنة، وطبعا الحلة تبقى سخنة معايا كويس جدا. فانا هدي للحمة صدمة الاول علشان تحتفظ بالسوائل بتاعتها كلها. فنخلي بالنا من الخطوة دي، ان الحلة تبقى سخنة معايا كويس جدا. دلوقتي السمنة سخنت معايا، هبتدي انزل بالقطع اللحمة. وطبعا انا مقطعاها صغير، مش عايزينها القطعة بتاعتها كبيرة، انا عايزاها صغيرة عشان كمان الطاجن يبقى شكله حلو. ما بحطش طبعا اللحمة فوق بعض، انا زي ما انتوا شايفين كده بوزعها. اهم حاجة الحلة تبقى سخنة معايا علشان كل اللحمة تبقى محتفظة بكل السوائل اللي فيها. طبعا بسيبها شوية على الناحية الاولانية، وبعد ما تاخد تشويحة كويسة كده بقلبها على الناحية التانية. يعني اول ما بنزل باللحمة ما بقلبهاش على طول، بسيبها كده شوية تاخد لون من الناحية الاولانية، وبعد كده بقلبها زي ما انتوا شايفين كده. بفضل اقلب فيها من كل حتة لحد ما احس ان هي خلاص ما بقاش فيها اللون الاحمر ده، انا عايزاها تبقى فيها اللون البني. بعد كده هنزل بالبصل، بعد ما اللحمة خدت معايا تشويحة من كل حتة هبتدي انزل بالبصل واقلبه كده كويس. طبعا بفضل مستمرة في التقليب، ما سيبش البصل خالص عشان ما يتلسعش مني، لان هو لو اتحمر معاكي مش هيديكي طعم حلو. فنفضل نقلب فيه كده لحد ما لونه يتغير معايا. طبعا الطاجن ده بيبقى عايز كمية بصل كتيرة. بعد ما قلبت البصل كده كويس هبتدي اقلبه تاني كده. طبعا بفضل اقلب فيه باستمرار لحد ما احس ان لون البصل اتكرمل معايا. بعد كده هنزل بالتوابل كلها، هديها برضو تشويحة حلوة قوي. عايزة اقولك ان الطاجن ده طعمه تحفة جدا. بعد ما لون البصل اتغير معايا كده زي ما انتوا شايفين، وتحس ان البصل اتكرمل معايا، انا طبعا مستمرة في التقليب علشان ما يتلسعش معايا. بعد كده هنزل بمية سخنة. طبعا المية لازم تكون سخنة، مش هنزل بمية كتير. زي ما انتوا شايفين الكمية ما غطتش اللحمة. طبعا انا بفضل اسوي اللحمة بالمنظر ده، يعني بحط شوية مية سخنة واغطيها واوطي عليها، وافضل بقى سايبة الحلة على النار. اول ما المية تقل فيها ازود مية تاني لحد ما تستوي معايا خالص، يعني لحد ما اللحمة تكون استوت معايا. انا هفضل اعمل الحركة دي لحد ما اللحمة تستوي معايا. عقبال ما اللحمة تستوي معايا هبتدي دلوقتي اجهز العجينة اللي انا هغطي بيها الطاجن. عندي هنا كوبايتين من الدقيق. بعد ما حطيت كده كوبايتين من الدقيق هنزل بمعلقة صغيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح. مش هحط اكتر من كده. هبتدي اعجن كل المكونات دي مع بعضها. هقلب الاول كل الحاجات دي في الدقيق، وبعد كده هنزل بالمية حبة بحبة. انا مش هقول كمية مية معينة، انا هوريكم ازاي العجينة هتبقى مظبوطة معايا. بنزل كده بالمية طبعا تكون دافية، حبة بحبة لحد ما العجينة تلم معايا زي ما انتوا شايفين كده. بنزل بالمية شوية بشوية.
وافضل اعجن بايديا. انا مش هعمل في عجان ولا اي حاجه لان كميه الدقيق قليله جدا، وهوريك ازاي العجينه تطلع معاكي كويسه وناعمه، وكمان هتطلع معاكي حلوه قوي. زي ما انتوا شايفين كده بفضل اعجن فيها لمده 5 دقايق. اول ما العجينه تلم معايا بالمنظر ده وتبقى ملساء كده زي ما انت شفتيها، هبتدي انزل بمعلقه كده من الزيت، معلقه كبيره، واعجن فيها تاني لمده 5 دقايق. يبقى انا عجنت على ايديا لمده 10 دقايق. افضل اعجن فيها كده لحد ما الزيت يختفي معايا خالص والعجينه تبقى ملساء معايا وما فيهاش اي تقطيع. زي ما انتوا شايفين كده تحفه جدا. بصوا شكلها عامل ازاي. هسيبها بقى تخمر معايا لمده ربع ساعه. هغطيها كده بالزيت من فوق ومن تحت. هغطيها بقى دلوقتي بكيس واسيبها تخمر على جنب لحد ما نشوف اللحمه استوت معانا ولا لا. دلوقتي اللحمه طبعا قعدت معايا حوالي ساعتين. طبعا زي ما قلتلك ان انا كل شويه بحط لها شويه من الميه مش كتير، واسيبها لحد ما الميه دي تقل خالص وتتبخر واحط لها تاني. اللحمه كده بصوا بالشوكه مستويه جدا. كده هبتدي احط بقى بقيه المقادير على اللحمه. عندي هنا كيلو من البطاطس متقطع مكعبات ومحمراه، وعندي فلفل رومي لو عايزه تحطي فلفل حامي برضو متقطع مكعبات، وطماطم مكعبات. هبتدي اقلبهم مع بعض. طبعا انا لحد دلوقتي ما حطيتش خالص الملح. انا بحط الملح بعد ما اللحمه تستوي معايا خالص. هقلبهم بقى. طبعا فيها شويه من الصوص، يعني احنا عايزين فيها شويه كده من السوائل عشان لما نيجي نحطها في الطاجن. هبتدي احط معلقه صغيره من الملح واقلبهم مع بعض، وابتدي احطها في الطاجن. الطاجن عندي بيبقى سخن. مهم جدا ان الطاجن يبقى سخن معايا، لانه طبعا لما بيدخل الفرن وهو مش سخن والحاجه جواه بياخد وقت عشان يسخن الحاجه اللي جواه، فلازم يكون سخن. اي حاجه بنحطها جواه وبندخله الفرن لازم نكون مدخلينه الفرن قبليها بربع ساعه بتلت ساعه، يكون سخن كويس جدا. وبعد كده نحط الحاجه اللي احنا هنحطها جوه الطاجن. انا كده بعد ما حطيت اللحمه جوه الطاجن هبتدي بقى افرد العيش واحطه فوق اغطي بيه الطاجن. زي ما انتوا شايفين كده العجينه خمرت معايا، طبعا ملزقه. التلزيقه دي هي اللي هتخلي العيش معايا طري جدا. هرش بقى شويه دقيق من تحت كده عشان العيش طبعا ما يلزقش معايا واعرف افرده، ومن فوق شويه دقيق برضو. هبتدي افردها ويكون سمكها برضو مش رفيع بالشكل ده كده. زي ما انتوا شايفين كده لو محطناش دقيق هي اصلا ملزقة، فلازم نحط دقيق عشان تتفرد معانا كويس. وزي ما قلتلك ان التلزيقة اللي فيها دي هي اللي هتخلي العيش معانا طري وطعمه حلو قوي، مش هينشف معاكي خالص في الفرن. بصوا بفردها كويس جدا. هبتدي احطها على الطاجن بقى. بعد ما فردنا العجينة نبتدي نغطي الطاجن كده بالشكل ده، وابتدي اقفله كويس جدا. بضغط كده بايديا واشيل الزوايد بقى من العجينة اللي موجودة علشان ما تبقاش مغطية الطاجن قوي. اشيل كده الزوايد من عند الحز بتاع الطاجن بالسكينة كده. اشيل بقى كل الزوايد دي. طبعا بضغط عليها زي ما انتوا شايفين كده بايديا علشان تبقى مسكت معايا في الطاجن. وابتدي ادهن الوش بتاعها ببيض وحليب، وحطيت طبعا معلقة صغيرة من الخل علشان الزفارة بتاعة البيض. ابتدي ادهنها كده كلها بالبيض. طبعا ببقى مسخنه الفرن على اعلى درجه عندي، يعني زي ما بنعمل كده اي مخبوزات بنبقى مسخنين الفرن على درجه حراره عاليه جدا. ببقى مسخنه الفرن على درجه حراره 200، من 200 ل 220. بعد ما ادهنها بقى لكل الاطراف ومن الجناب ومن كل حته كده، هبتدي احط على وشها شويه من حبه البركه والسمسم. بتديها شكل حلو قوي وفي نفس الوقت كمان طعم حلو.
شايفين شكلها تحفة جدا. عايزة اقولك ان العيش ده كمان طعمه حلو قوي وطري جدا، مع ان احنا عاملينه بدقيق ومية بس، يعني احنا مش حاطين ولا حليب بودر ولا اي حاجة، يعني مش حاطين ولا زبادي ولا اي حاجة تخلي العجينة طرية. اهم حاجة في العجينة ان هي تبقى معايا ملزقة. طبعا بعد ما ادخل الفرن وخد اللون الذهبي كده زي ما انتوا شايفين، انا مدخلاه الفرن. كده كده اللحمة مستوية معايا والبطاطس وكل حاجة مستوية، انا بس بدخلها الفرن عشان العيش يستوي معايا، مش هتاخد وقت خالص معايا. بفتحها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا سخنة جدا، نخلي بالنا لان هي سخنة جدا. بشيلها كده بالسكينة وبفتحها. بصوا العيش طري جدا معايا، وبصوا شكل الطاجن من جوه تحفة جدا. البطاطس بقى واخدة من طعم اللحمة، والصوص بتاع اللحمة حلوة قوي. زي ما قلتلك تاكليه مع عيش، تاكليه مع شوية رز بالشعرية، رز ابيض. هي وجبة متكاملة وطعمها حلو قوي. ان شاء الله الوصفة تعجبك وتجربيها. بصوا الصوص شكله تحفة قوي. طبعا اللون ده بسبب الكرملة اللي احنا عملناها للبصل، فانت لو كرملتي البصل حلو جدا هيديك اللون البني الحلو ده. والعيش طبعا زي ما انتوا شايفين طري جدا، وكمان ريحته حلوة قوي. طبعا بناكل العيش ده مع اللحمة، يعني بناخد كده حتة منه وبنحطه في الصوص ومع البطاطس مع اللحمة. طعمه حلو قوي. ان شاء الله تجربيه والوصفة تعجبك جدا. زي ما انتوا شايفين العيش طري جدا. نخلي بالنا ان هو يدخل على فرن سخن جدا علشان ما ينشفش معانا زي ما بندخل اي مخبوزات في الفرن. عايزه اقولك ان الوصفه تحفه جدا، ان شاء الله هتعجبك. انا كده خلصت الفيديو خلاص، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم ايه. ما تنسونيش بقى بلايك كتير وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.